أغرب إلقاء قبض في العالم نسبت إلى الامرأة التي اتصلت على حبيبها 70,000 مرة. 70,000 مرة لو إنه يبيش ما تتصلين عليه ولا خيش. فخلنا نبدأ القصة. فهذه قصتنا اليوم. بايش أسأل في إلي قبل أن نبدأ لا تنسوا اللايك المتابعة وبسم الله. في بداية قصتنا نسبت هذه القصة إلى امرأة مكسيكية مجهولة الاسم، بس صورتها موجودة قدامكم يا جماعة الخير. ليش مجهولة الاسم؟ والله ما أدري. في يوم من الأيام قرر حبيبها إنه ينفصل عنها، فقعدت هذه المرأة تتصل عليه، لا هي مرة ولا مرتين ولا 1000 ولا 2000 ولا 50,000. هذا مو في يوم، في أسبوع. حدث العقل بما يعقل. اتصلت عليه في أسبوع 70,000 مرة. لا وزيدكم الشعر بيت، وأرسلت له رسالة نصية 1973 رسالة. لا وزيدكم الشعر بيت، لا خلاص أو في شيء في راسي بس أنا قد نساج. فيعني هذه المرأة يعني ما أدري إيش أنت مخبي معك ذهب ولا $1,000,000 عشان تحبك. المرأة المكسيكية هذه والله أعلم كيف ألقي القبض عليها من شركة اتصالات، لأنها أحرقت جدهم، أحرقت. يعني لو ريته يرد علشان ياخذون منه فلوس، ولكن ما يرد. خلاص لا تسجلي ولا لا، خلاص حتى أنا رفع ضغطي خلاص. فانسجنت هذه المرة المسكينة اللي هي سكينة أصلا، بس يعني ما لكم سوالف. وفي الختام عندي قصيدة، أعطوني قصيدكم عن هذه الأشياء وهذه الأمور. فطبعا هذه ما هي مسروقة. فبقول في مطلع قصيدتي: على وصلك يا حبيبي يسجنوني، ما عاد يفرق معي بالسجن بحره وبره، دقيت ارقامك لين معمت عيوني، ولو طولوا دقيت لك 1,000,000 مرة.